السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعافية. جيتكم اليوم بوصفة الصابلية الكيلة. راهي معروفة ويعني كامل داروها وحطوها في قنوات في القنوات وفي الفيسبوك صفحات، لكن راح نركز على الأفكار اللي جيت بها جديدة فقط. أول حاجة هي أني درت في الروبو كما يقولوا رب ضارة نافعة. كان البعض دار فاسد لي، وكنت في العيد عيد الفطر خرجت نكسي الاولاد تاعي، هزيت بنتي وجعني يدي بزاف، كان ضرني يدي. من بعد قررت نخلط كل شيء في الروبو، جات وصفه ولا اروع. يندمج المكونات يعني بقوه، مما يعني تخليك تحطي كميه من الفرينه لاباس بها، يجيك اول شيء هشيش بزاف، ثاني حاجه يجيك كميه لاباس بها. جاتني 100 حبه، درت تقريبا 50 من هذا الصابلي، 50 حبة من صابلي الطابع، تقريبا 20 حبة من الجلجلان تاع الجلجلان، هو اللي ندمت قلت كون حتى كثرت منه لأنه عجبني فعلا، محبين الجلجلانية. وهذا أيضا جاء يعني روعة، بالسيف راح يجي شوكولا ومحشي، يعني روعة، تشكيلة رائعة بعجينة واحدة فيها افكار. هذا الفيديو ان شاء الله تستفادوا منها. كما قلت لكم راح نركز على الاشياء المهمه، كيف تحافظي على شكل الصابلي تاعك ما يزيدش حجمه وما يفسدش. هنا هذا الكاطو تاع الشوكولا كنت حطيته في الثلاجه، كان الحال سخون عندنا احنا هنا في ورقله، كان حاكم شويه روحه. المهم بالنسبه للمكونات، يا رب نحكي على البيض، 4 بيضات يكونوا حجم كبير، كي يكونوا صغار كما انا عن نفسي صراحه زدت صفار بيضه لانه كانوا صغار. استعملت الروبو، حطيت 4 بيضات، قلنا اذا كانوا صغار نقدروا نضيفوا صفار بيضة اخرى. حطيت الزبدة 500 غرام زبدة. هذه العلبة هي اللي نكملوا نعبروا بها كامل المقادير. نضيفوا نصف من علبة الزبدة هذه، نضيفوها نصفها زيت، يكون هذاك النصف معمر بزاف، يعني نحسبوا من بداية العلبة، ماشي من تكون الزبدة شوية، الزبدة كي نشروها نلقاوها هابطة. انا كنت حطيت منه من الزيت من قبل، حطيته على دفعات باه ما يسيحش من الروب يتعمر. بعد نزيد نضيفه علبة من سكر بودرة، سكر خاص بالحلويات، فيها لافاني طبعا نحي ريحة البيض. كان تعمر لي هذاك الروبو، فرغت نصف الكمية في الإناء اللي راح نخدم فيه، ثم ضفت السكر، رحيت وضربته معاهم. لما يتجانسوا هذه المكونات نكتفي نفرغه في إناء العمل، ثم نبدأ نشيحه بالمايزينا والفرينة. ماما حطي الكيك. هاي بركات ماما، حطي الكتاب ماما. هاي بركة عمري عليك تجيلي طب انا بعد سكر. خلاص خلصنا مللنا. هذا بابا كيف بابا
يكملو، الفرحة والهنا يكملو، طب ربنا يغفر له له ما يدوم، وعلى النبي الشفيع نصلوا في نهار اليوم، مسكين ونهار اليوم صحا عيدكم، مسكين ونهار اليوم مبروك عيدكم، مسكين ونهار اليوم صحا عيدكم، مسكين ونهار اليوم مبروك عيدكم. إذا قلنا العجينة تكون القوام تاعها مناسب، ماهوش شايحة، ماهيش شايحة، ماهيش طرية فوق الحق. إذا طميتيها مع الأخير ولميتيها وحسيتي أنها شوية طرية، ديري حسابك، ديري في البال بلي راح تزيد ترتاح، تجمد هذيك الزبدة عليها شوية، وكذلك راح تشرب الفارينة، راح تزيد تتماسك شويه. لذلك شغل كي تعودي حايره نزيد ما نزيدش الفرينه، ديما ديري في حسابك اول حاجه هذا الحساب. اذا جاتك العجينه القوام تاعها مناسب، بركه. اذا لميتيها وجاتك شويه طريه، خليتيها ترتاح ومازالت معاك طريه، ديري الفرينه، طرحيها على الفرينه، حطي رشي تبقى من التحت وتبقى من الفوق، راح تعاونك هذيك الفرينه. عيدكم بالهمة، مبروك عيدكم بالهمة، أولاد حمتي في الحمة، ولاد حمتي في الحمة، إن شاء الله تزول هاد الغمة، مبروك عيدكم، إن شاء الله تزول هاد الغمة، مبروك عيدكم، مسكين ونهار اليوم صحا عيدكم، مسكين ونهار اليوم مبروك عيدكم، مسكين ونهار اليوم صحا عيدكم، مسكين ونهار اليوم مبروك عيدكم. مسكين ونهار اليوم صحا عيدكم، مسكين ونهار اليوم مبروك عيدكم، مسكين ونهار اليوم صحا عيدكم، مسكين ونهار اليوم. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه، خذالي كما قلت لك كيلو ونصف تقريبا ونصف. انا بديت نشكل اول نوع. من الافضل تبداو بهذو اللي تشكلوهم قبل ما تشيح لكم العجينه بزاف وتولي ما تولي صعب تشكلوها. بديت هذا ما درت تقريبا 20 حبه، خذات لي بياض بيضه وبتقريبا 10,000 جلجلانيه، فضلت لي منها درتهاش كامل، تقريبا 5,000 جلجلانيه تاع الميزان تكفيك. ديريها بيضة لأنها أنا حمصتها من قبل، هذه استعملتها، شريت ب10,000، استعملتها في المقروض في الغرس تاع عيد الفطر وفضلت معايا، حمصتها غير شوية في المقلاة باش تحافظ على تبقى بيضة. عاد تدخل الفرن تتحمص وتلقى هذيك الريحة الطيبة الزكية. هذه العفسة تاع هذا التقباب القلم يساعد على انه يحافظ على شكلته وما يتفلقش كما نخرب المطلوع والخبز تاعنا، وكذلك باه يساعد في التعسل، يدخل العسل مليح. راح نخليوه هذيك الثقب فيه كميه من العسل كي نعود نعسلو بعد تشوفوا باش يزيد يشرب ويدخل داخل مليح.
فرح ليتي سعد مني فرح ليتي يا رضا عليها ربي الكريم دع عليها ربي الكريم يكون له أجر عظيم في نهار اليوم أغدى عند الله الرحيم يكون مبروك زينوا نهار اليوم صحايدكم زينوا نهار اليوم مبروك عيدكم زينوا نهار اليوم صحايدكم زينوا نهار اليوم مبروك عيدكم مبروك عيدكم بالهمة مبروك عيدكم بالهمة ولاد حمتي في الحمى ولاد حمتي في الحمى إن شاء الله تزول هاد الغمة مبروك عيدكم إن شاء الله تزول هاد الغمة مبروك شوفوا التزيين اختياري، تقدروا تحطوا في الجلوكوز مكسرات وتحطوها قطع هيك فوقها مباشرة. تحبوا حبيبات الكرز هي ويجي يعني الدوريجي نتاعو بالكرز. انا مكنش متوفرة عندي، فضل هذه على عيد الفطر كان عندي هذا التوت زينته به، يعني انا درته في سائر من الايام، مش عندي مناسبة والله ما حبيتش نكلف نفسي حقيقة في التزيين. درت بوش عندي. راح نحكيو كذلك على بدنا الصابلي بيحافظ الشكل بتاعه. لازم نختار الطابع المناسب، تختاريش هذوك اللي فيهم انحناءات بزاف، اشكال صعبه. نحب مثلا هذا المدور، الاوفال، دمعه، ما ديريش نجمه ولا ورده هذيك مشرشفه ولا مثلا هلال، هذيك راح تهزي الحبه رايحه يفسد الشكل تاعها. كذلك كي نجيو نهزو الحبه تاعنا بالموس نقمصوه في الفارينه باه ما يلصقش الموس في الحبه. والحاجه الاخيره باه يحافظ الصابلي على الشكل تاعو هي كي طيبيه لازم ما تحطيش شغل قريب للنار، لازم يكون في الوسط، تشعلي عليه من تحت كي يطيب، تشعلي عليه من الفوق ويبقى في الوسط. ما تحطش مباشره قريب للنار، راح ينتفخ ويضعف الحجم تاعو يعني بشكل بسرعه. هذه تعمدت ندير هذا المقطع كي تخلصي تطبعي الصابلي تاعك وتلميه ياك. ديري الطريقه هذه. ديما يخوفونا ما نعجنوش الصابلي من لازم تلميه شويه كما هكا بيديك حتى يدفى ويزيد يولي يرطب ويتلم لك. اذا واش قلنا باه يحافظ الصابلي تاع الطابع على الشكل تاعو، ما حكيناش على تاع السيليكون او المولات هذوك، راح يحافظ على الشكل تاع الطابع اللي تحطي فيه. اما تاع الطابع اول حاجه واش قلنا، العجينه تاعك لازم ما تكونش طريه بزاف، ما تكونش شايحه بزاف، تكون القوام تاعها مناسب. ثاني حاجه هي الخميره، ما لازمش نكثروا فيها. ثالث حاجه هي اختيار الطابع، ما يكونش مشرشف بزاف وعنده انحناءات بزاف. رابع حاجه هي النار، ما لازمش نحطوه قريب للنار بزاف. هذا واش خرجت لي العجينه هذوك اللي وريت لكم الصابلي تاع الطابع، وهذيك الكميه تاع الججلانيه، وبقات لي العجينه هذه للنوع الاخير. إن شاء الله تزول هاد الغمة مبروك عيدكم إن شاء الله تزول هاد الغمة مبروك عيدكم زينوا نهار اليوم صحا عيدكم شوفي الطريقة باه ما تضطريش تستعملي في الاخير لابوش او الملعقة باش تملئي هذاك الفراغ. هذه هي الطريقة، كتري في الوسط ومشي مع الحواف.
صحة عيدكم بتزينوا نهار اليوم مبروك عيدكم بتزينوا نهار اليوم صحة عيدكم بتزينوا نهار اليوم مبروك عيدكم. هذا الشكل الأخير هو هذا تاع المولات. إذا كانت عندك مولات كثيرة ممكن تطيبي فيهم مباشرة، لكن إذا كان عندك مثلا غالي المول مثلا كيما خرج هذا الهلال الجديد ولا قلب ولا وحابة تستعملي غير مول، راح تشوف الطريقة معايا سهلة وراح يخرج لك يعني مش فرق كيما تطيبيه في المول كيما تطيبيه خارج المول. وراح استعملت علبة صغيرة من الشوكولا الطلاء ماكسون، خرجت لي تقريبا 30 حبة. ضفت لها نواد كوكو وجوز الهند، شريت بقيس 10,000 استعملت منه من قبل، وزينت به الصابلي وحطيت فيه هنا ما تكتروش باهي يساعد على يعني الشوكولا ما تجيش سائلة بزاف وتخرج لك من العجينة. تقدري تستعملي كاوكاو ايضا. حطيتهم في الثلاجة شد روحه، أول مجمد شد روحه، من بعد شكلته كريات، عاود رجعتهم للثلاجة يعني من تحت ما تكونش قاسية بزاف جامدة ما تخليكش تشكلي من بعد الحبة تاعك في المول. وكملت بهذه الطريقة يعني كما راكم تشوفوا. بتزينوا نهار اليوم صحة عيدكم بتزينوا نهار اليوم مبروك عيدكم بتزينوا نهار اليوم صحة عيدكم بتزينوا نهار اليوم مبروك عيدكم. هذه الطريقة الأولى انك تطيبيهم في ليمون كي يقعدوا عندك متوفرين بزاف. يا سعد مني فرح نيتي سعد مني فرح نيتي يا رضى عليها ربي الكريم رضى عليها ربي الكريم يكون له أجر عظيم. نطيبوهم هكا معكوسين من الأسفل ثم من بعد جهة الحديد باش ما تتنفخش الحبة وتتفلق معانا. بتزينوا نهار اليوم صحة عيدكم بتزينوا نهار اليوم مبروك عيدكم بتزينوا نهار اليوم صحة عيدكم بتزينوا نهار اليوم مبروك عيدكم. مبروك عيدكم بالهمة مبروك عيدكم بالهمة ولاد حمتي في الحمى ولاد حمتي في الحمى ان شاء الله تزول هاد الغمة مبروك عيدكم ان شاء الله تزول هاد الغمة مبروك عيدكم بتزينوا نهار اليوم صحة عيدكم بتزينوا نهار وهذه الطريقة بالنسبة كي يعود عندك مول واحد قلب مربع هذا تاع المهرس. استعملت أيضا جاني بومبي دائما بومبي. بهذه الطريقة نحطو كيس بلاستيكي ثم نضعو الحبة محشية ونقلبوها نتحصلوا على الشكل كما قلت لكم. الطياب يكون في الوسط نشعلو من تحت ومن بعد نطفيو ونشعلو من الفوق باش ما تتنفخش الحبة وتتفلق تيجي مكسرة معانا. بتزينوا نهار اليوم صحة عيدكم بتزينوا نهار اليوم مبروك عيدكم بتزينوا نهار اليوم صحة عيدكم بتزينوا نهار اليوم مبروك عيدكم.
زين ونهار يوم صحا عيدكم، زين ونهار اليوم مبروك عيدكم، زين ونهار اليوم صحا عيدكم، زين ونهار اليوم مبروك عيدكم. ندم اليوم يزور أهله، ندم اليوم يزور أهله، الفرحة والهنا يكملوا، الفرحة والهنا يكملوا، طب ربنا يغفر له ما يدوم، وعلى النبي الشفيع نصلوا في نهار اليوم. زين ونهار اليوم صحا عيدكم، زين ونهار اليوم مبروك عيدكم، زين ونهار اليوم صحا عيدكم، زين ونهار اليوم مبروك عيدكم. يا سعد من يفرح ليتي، سعد من يفرح ليتي، يا رضى عليها ربي الكريم، دع عليها رب الكريم، يكون له أجر عظيم في نهار اليوم، رضا عند الله الرحيم يكون مرحوم. زين ونهار اليوم صحا عيدكم، زين ونهار اليوم مبروك عيدكم، زين ونهار اليوم صحا عيدكم، زين ونهار اليوم مبروك عيدكم. مبروك عيدكم بالهمة، مبروك عيدكم بالهمة، ولاد حمتي في الحمى، ولاد حمتي في الحمى، إن شاء الله تزول هاد الغمة. مبروك عيدكم، إن شاء الله تزول هاد الغمة. مبروك عيدكم. زين ونهار اليوم صحا عيدكم، زين ونهار اليوم مبروك عيدكم، زين ونهار اليوم صحا عيدكم، زين ونهار اليوم مبروك عيدكم. بالنسبة لي طيبوهم في الليمون، كي يطيبوا مليح من جهة الحليب راح يتنحاو معكم السوس. هنا 30 حبة، درت قطعتين من الشوكولا هذيك تاع دادا فيجيكال، قطعتين فقط برهني يعني برهني. مبروك عيدكم.